خير العميم مثالا، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا. جايز كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن يومين في حياتي طالبة أولى ثانوي. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو. رجعت لكم، مش فاكرة آخر مرة عملت ايه. اعتقد كنت باكل، فبعد ما اكلت عملنا عصير اهو. المهم بعد ما اكلت عملت ايه بقى؟ اول حاجة بعد ما فطرت قعدت بقى اسمع ما خلص يا قلبي. رحت بقى اسمع بعد ما اكلت وفطرت، رحت بقى سمعت فيديو زي ما كنت بسمع، ففيديو جاب ورا فيديو جاب ورا فيديو. رحت نايمة. تخيلوا صحيت الساعة كام؟ الساعة 5. متخيلين؟ مش 5 يعني 4. بس بقى فتحت الواتس وفتحت اليوتيوب كده شوية وكده يعني. فالساعة 5 فحاليا الساعة 5. فعايزين بقى نذاكر النهاردة عشان بجد ما ذاكرناش من اول اليوم. متخيلين ان احنا ما نذاكرش؟ فيلا بقى نبدأ. دلوقتي بقى ذاكر علوم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى الفترة دي مختلفة شوية، مش زي أي سنة عدت قبل كده. في مسؤوليات أكتر وحاجات كتير محتاجة تركيز، وفي أوقات كتير بحس إني تايهة شوية، مش عارفة أبدأ منين ولا أرتب يومي إزاي. بس مع الوقت فهمت إن مش كل حاجة لازم تبقى مظبوطة من الأول. عادي جدا أجرب وأغلط وبالتاني مش لازم أبقى منظمة طول الوقت ولا أعمل كل حاجة بيرفكت. المهم إني أحاول حتى لو بخطوات بسيطة، وأفهم نفسي أكتر. إيه اللي بيريحني وايه اللي بيساعدني اذاكر. مش كل يوم هيبقى مثالي، وفي ايام هبقى مش قادرة اعمل حاجة، بس ده مش معناه اني فشلت، ده معناه اني انسانة عادية. والحاجات الوحيدة اللي فرقت معايا اني موقفتش، كل مرة كنت برجع تاني حتى لو بعد يوم تعبت، وبدأت اركز على نفسي اكتر مش على حد تاني. ابقى احسن من نفسي امبارح مش احسن من حد تاني، وادي لنفسي وقت وارتاح وارجع تاني. عشان في الاخر الموضوع مش سرعة، الموضوع انك تكملي، وواحدة واحدة هتلاقي كل حاجة بتظبط بطريقتك انتي مش بطريقة حد تاني. طريق بخطوات والله أنا أبشر فتلك بدايات وإلى النجوم طريقنا. أصدقائي زي ما انتم ما شفتوا خلصت المحاضرة، بس أنا استظلمت في الآخر بيقول المذاكرة وحل ساعتين. أنا مش عارفة، ده أنا كنت أخلصهم في ثواني، كنت أحل على طول. فهذاكر بقى
دلوقتي هاخد بريك، وبعد ما اخد بريك هنقعد بقى نذاكر على المحاضرة، الدرس نذاكره ونحل عليه ونشوف بقى هنعمل ايه. بس دلوقتي هاخد بريك وارجع لكم. صباح يوم جديد. اول حاجة زي صحيت من النوم على الساعة كده 5:30، 45 دقيقة كده، فنزلت الفيديو يا اصدقائي. ماشي، وعملت اخر لمسات كده بسيطة بجد تحفة. انا هحطه لكم هنا بجد، كله لازم يروح يشوفه بجد. انا الفيديو ده قريب جدا لقلبي بجد. انا مش عارفة، كل فيديوهاتي قريبة من قلبي جدا، بس بجد بحب قوي فيديوهاتي وبحب اتفرج على فيديوهاتي. انا ممكن الفيديو اتفرج عليه يجي 20 مرة بجد بجد يعني. I like it. فالمهم دلوقتي بقى بعد ما عملنا الايديت للفيديو ونزلنا الفيديو، حاليا الساعة 6:30 ل5. اوكي، بصوا انا عارفة ان انا ما بستخدمش المايك جديد بس كتير، بس بجد انا عايزة والله. مش عارفة انا جبته ليه، مش حاساه يعني الصوت يعني وانا بتكلم اهو. بجد بتعب عقبال ما اعمله كده. المهم يلا بينا بقى نرتب الأوضة عشان انا مأجلاها بقالي كتير، فيلا بينا. بصوا هننقل السرير عشان لما لقيت السرير هنا جنب المكتب كده مش حاساه حلو. كل ما اجي اصور مثلا المكتب حلو كده اروح لاقيه ده قدامي، فبجد زهقت. فقلت لا، هغير زي ما كانوا الاول ونرتب المكتب بقى عشان بصوا الكركبه. فيلا بينا. غيرت مكان السرير اهو، فدلوقتي هرتبه. ترتيب بسيط بس بيفرق في المود جدا، وبيخليني أبدأ من جديد. عاوزاكم دلوقتي بقى تقوموا ترتبوا مكتبكم وتبدأوا بداية جديدة. هلوز. حاليا انا دلوقتي بعمل ايه؟ خلصت فطار. اوكي، ما فطرتش كتير صراحه، اكلت هي قرصتين كده وبس، ومكملتش حتى العصير. مش عارفه مالي النهارده. المهم هنشوف بقى نعمل على التودو ليست اللي عاملينها الصبح كده. صح، اول حاجه استنوا، بعمل حاجه جديده دلوقتي. بصوا، الفطار فطرنا، مش ترتيب الغرفه رتبناها. سكين كير عملنا سكين كير، شاور اخدنا شاور، اطبع صور لسه، قرآن لا، استاذي لا. فدلوقتي بقى هجهز عشان عندي درس. اوكي، فعندنا درس مع بعض. ف هلبس. وانا بلبس هتفرج على الفيديو عشان لسه ما كملتوش اللي انا كنت بتفرج عليه وانا بفطر. فبس يلا بينا نجهز الاوتفيت.
راجعه من البيت دلوقتي. هاي اصدقائي، رجعت لكم مرة تانية دلوقتي. جيت من الدرس وحوالي الساعة دلوقتي ثانية الساعة 12 الا تلت. اوكي، فانا دلوقتي جيت وغيرت وكده وهنام شوية، وانا عندي درس الساعة 2. بص، هو في مجموعة 2 وفي 3، بس انا عايزة اروح، مش عايزة اروح مجموعة 3، فهحاول ان انا اصحى بدري عشان اروح مجموعة الساعة 2. فبس يا رب بس اصحى قبليها عشان انا مذاكرتش للدرس ده. لو صحيت بقى نشوف بقى هنروح امتى بقى. بس اصدقائي، صحيت من النوم على الساعة 2 كده. اوكي، صراحة مسكت الموبايل لحد 2:30 مثلا، وبعدين بدأت البس ولبست، ودلوقتي هنجهز شنطتنا مع بعض عشان رايحين الدرس. والنور قطع. هنحط بقى كتاب الرياضة العربي والتاريخ. خدوا 15 يوم مفيش غيرهم. 15 يوم هتلاقوا نفسكم في اول 5 بتمتحنوا الامتحانات بتاعه شهر ابريل. الكلام ده نزل رسمي خلاص، مش من غير هزار. هتطلعوا من الاسبوع بتاع الامتحانات بتاعه شهر 5، الاسبوع اللي بعديه مباشره هتمتحنوا المواد اللي مش هتضاف للمجموع. الامتحانات اللي ما بتضافش للمجموع الامتحانات اخر السنه. خلاص، اعيد وازيد في الكلام ولسه زي ما انتم. انا عملت اللي عليا وانتم براحتكم. هاي حاجة انت عايزة تعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ يعني كده. اصدقائي، رجعت لكم تاني. اخر مرة ان انا كنت راجعة من الدروس، فرجعت من الدروس واتغديت. اعتقد صورت لكم الغدا. وبعد ما اتغديت صراحة بقى قعدت شوية اتدلع حبتين 3، وبعدين عملت حاجة تحفة مرضتش اصور انا بعملها عشان ابقى مركزة فيها. بصوا يا اصدقائي الكياتة والجمال واللذاذ. عايزة بس عشان ايه الإضاءة. بص كيوت، I like it. بص، دي لم المتراكمات. أنا بفكر أقص دي، هي دي عادي كرتونة، بس أنا بفكر أقص دي. حاسة دي ملاش لازمة. رقم 2 مغطية الحاجات دي، فاهمين؟ فأنا صراحة مش بحبها تتغطى، فممكن أعمل دي. بس أنا كنت عايزة بس أوريكم قبل ما أعملها وبعد ما أعملها. أوكي، مش عارفه صراحه، انا مش عارفه، بس انا لما اشوف الفيديو بعدين هقول ان انهي احلى. بصوا، كنت احط فيها حاجات تحفيزيه وكده، بس برضو حتى لو كانت الاول احلى يعني بقى عشان بس الحاجات دي ما شربتش النعناع. المهم، رايكم في دي؟ حبيته ولا ما حبيته؟ بفكر اقص دي ودي، بس حاساها كده كتير. لا، وكمان يا اصدقائي عاملاها بدبابيس، اشتريت دبابيس مخصوص عشانها.
عشان بستخدم الدبابيس الصغيرة مش التخينة دي. المهم فممكن في اي وقت عندي كده واحط حاجة تانية، فبجد تحفة. فجربوها واكتبوا بقى عليها تحفيزات حاجات. انا هكتب ان شاء الله لما اخلص التراكمات دي اروح احط حاجات زي دي كده. بصوا حاجات كده كيوت، بس صراحة مش بحب اقول على حاجة انا هعملها، بس اديني بقول لكم والله انتوا اكتر ناس عارفين عني حاجات، صحابي نفسهم والله مش عارفين. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب. المهم دلوقتي انا صراحة مش عارفة اعمل ايه ومش قادرة اذاكر على المكتب، مش عارفة بقالي فترة كده ما بحبش المكتب. فيلا بقى نشوف هنعمل ايه. ليتس جو. حاليا كده ده الشكل انتوا شايفين يعني. بصوا البهدله فوق 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 بجد. انا مش عارفه مش بستخدم المايك ليه، بس بجد انا مش حباه خالص، مع انه صوته كويس بس بتعب قوي عقبال ما اعمله، ولازم 10 دقايق بس، وكل 10 دقايق لازم اعمله واجدده. فالبهدله بقى اللي انا عملت فيها عشان كنت بعمل الجدول وكنت بكتب برضو حاجات كده انا كنت عايزه اكتبها وكده. وبصوا النهارده اللي عملناه وعملت حاجات كده. المهم عايزين بقى نلم الحاجات دي، وهقعد شويه صراحه على الموبايل ونبدا بقى نذاكر. لوز حاليا بقى الساعه، استنى، 9:08 بالظبط. وانا دلوقتي بسمع فيديو فهخلصه ونبدا بقى نذاكر، عشان كده احنا بنتدلع. وبجد انا حاسه اني معزوله عن العالم عشان النت قاطع، والله بجد مش عارفه هنزل فيديو ده امتى. ثانيا مش عارفه، انا حاسه بجد بجد اني معزوله عن العالم. الحمد لله ان انا منزله فيديوز، انا مش لو مش منزله فيديوز انا بجد ما كنتش عارفه انا هعمل ايه. وبجد انا حاسه مع اني نمت كتير جدا النهارده. يلا بقى خلاص، يلا بينا بقى نذاكر، قصدي نسمع الفيديو وبعدين نذاكر وننام. هاي اصدقائي، رجعلكم تاني يوم الصبح وانا بعمل ايديت للفيديو. امبارح يا اصدقائي اخر مرة كنت بسمع الفلوج سمعته صراحة، وقعدت مع ماما شوية ونمت عشان بجد ما كنتش قادرة اذاكر خالص، عشان كان اليوم متعب وطول النهار كان في الدروس. انا عارفة اني بتدلع بس ان شاء الله نعوض ان شاء الله. فبس كده كان خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي.